بص، هو مستحيل من سبع المستحيلات كمان ان انا الم لك الكشف الطبي كله والمه كله في فيديو واحد، الا لو كان الفيديو ده فيلم خليته 3 4 ساعات وخمس ساعات عشان اقدر الم لك الدنيا كلها بادق التفاصيل اللي انت محتاجها. لازم على الاقل اشرح في كل حلقه او في كل حلقه عياده. هم سبع عيادات في اليوم الاول وحوالي 3 4 عيادات في اليوم الثاني، فهلم لك كله في حوالي 11 12 فيديو. في الفيديو بتاع النهارده اللي انت شايفه دلوقتي هكلمك عن اصعب عياده من ضمن السبع عيادات اللي في اليوم الاول. هي عياده العظام. عياده العظام، واكيد انت سمعت عنها في الثانويه العامه او سمعت عنها في بينك وبين زمايلك. عياده العظام من اصعب العيادات اللي انت ممكن تشوفها. عياده صعبه جدا، والدكاتره بتوع مش عايز اقول لك مفيش حاجه طبعا اسمها بيستقصدوا او حاجه، بس الفكره كلها اللي احنا ممكن يكون عندنا مشكله في العظام بتاعتنا واحنا مش واخدين بالنا وتاقلمنا على الموضوع ده. لكن الموضوع ده بيخالف الشروط والمعايير الطبيه المحطوطه في الكليات العسكريه، فبنضطر او الدكاتره بيضطروا اللي هو احنا اللي هم يخرجوا الطالب، والطالب بينزل تحت يعمل التماس وبيتعرض على دكتور رتبه اعلى، ويا اما يخرجك برضه يا اما يكمل يعني يخليك تكمل وينجحك ويخليك تكمل الاختبارات عادي يعني. في الفيديو النهارده بقى عايزك تركز معايا كويس قوي قوي، او توقف الفيديو وتروح تجيب لك كوبايه شاي او كوبايه اي حاجه، طبق فشار، اي حاجه، عشان تركز معايا كويس قوي. مبدئيا يا معلم، اليوم الاول اللي هو اللي انت بتمتحن فيه مقاس وقوام. السنه اللي قبل اللي فاتت والسنه اللي فاتت كانوا خلوا المقاس والقوام نفس يوم السبع عيادات. فهنفترض اللي هي زي السنه اللي فاتت انت امتحنت المقاس والقوام والحمد لله نجحت، بتخرج بتطلع فوق مع الطلبه بتوع الكليات العسكريه او مع الدكاتره او مع الضباط او مع العساكر او مع اي حاجه، الدليل بتاعك يعني. بتطلع فوق يا معلم وبتخش السبع عيادات مش بالترتيب، يعني مش ما اقدرش اقول لك عياده العظام دي هتبقى العياده رقم ثلاثه، لا. انت بتبقى تبقى مع الدليل بتاعك، ومطرح ما بيحطك في عياده ممكن تخشها. ممكن عياده العظام دي تبقى اخر عياده ليك في السبع عيادات في اليوم الاول، وممكن تبقى اول عياده، ممكن تبقى العياده الثانيه، ممكن تكون العياده الثالثه الرابعه الخامسه، عادي. مش هتفرق معاك في حاجه. الفكره بقى اللي انا هقول لك ايه اللي بيحصل معاك في عياده العظام بالظبط. فلنفترض انك خلصت السبع عيادات كلهم والست عيادات كلهم وداخل على العياده السابعه اللي هي عياده العظام. ركز معايا كويس قوي بقى. في بقى السنين اللي فاتت كان الكشف بكمامه والشغل ده، فالكشوفات دلوقتي خلاص ما عادتش بكمامه، او حتى لو بكمامه مش فارق معاك في حاجه، هات كمامه مش مشكله. ايا كان انت بتبقى لابس سليب ابيض سبعه، سليب ابيض سبعه، سليب ابيض سبعه. ما تروحش ببوكسر، ما تروحش بشورت، ما تروحش مايو، ما تروحش ببنطلون مقطع. سليب ابيض سبعه، سليب ابيض سبعه، وتروح اليوم ده بميلتون ويكون لابس تيشيرت رياضي خفيف عشان اليوم ده هيبقى صعب عليك. انت كده كده هتقلع اصلا يعني، فاهم؟ يعني ما تروحش بقى ببدله وشغل نسر الصعيد وتروح لي ببدله بيضه وبدله سمراء وكشف الهيئه والشغل ده، لا لا، مش دلوقتي خالص. انت تلبس لي بس تيشيرت ابيض، او تلبس لي تيشيرت رياضي، تلبس لي ميلتون رياضي، تلبس لي كوتش رياضي، اي حاجه مريحه ليك، اي حاجه مريحه، بس ما تلبسليش كروكس. اي حاجه مريحه ليك. ولا والله حتى لو رحت بكروكس ما فيهاش مشكله، بس لا، ممكن حد يرخم عليك في البوابه فراح بروح بكوتش عادي يعني. وتكون حالق، تكون حالق الابطين، تكون حالق شعر العانه عشان كشف الجراحه. ما تجيش عند شعر المؤخره او شعر التوته، ما تجيش عندها نهائي. انت خلصت الست اعداد خلاص، فلنفترض انك داخل دلوقتي عياده العظام زي ما انا قلت لك، نازل تربي على شعر الابطين، شعر الدقن، شعر الراس نمره اتنين او واحد. ونفترض كمان انك او إن يستحسن كمان انك تخليها نمره واحد، مش ميري اللي هي قرعه، لا، بس خليها حلقه واحد، خليها حلقه واحد. ما تحلاش اللي هو قرعه، انت مش في السجن، لا، خليها حلقه واحد. عايز تدرج اللي هي اتنين فوق وواحد تحت، مش هيبقى حوار قوي، بس نفترض انك وقعت في عسكري رخم مثلا على البوابه، فلا مثلا بلاش، ما تخليش حد يرخم عليك، فخليها واحد. اسمع مني بقى، ما جاتش على الحوار ده، انت كده كده عايز تبقى ظابط، فخليها واحد. انت خلصت الست عيادات يا معلم، داخل على عياده السبعه. بنفترض مثلا انك كنتوا 30 35 نفر بتخشوا العياده بتقفوا. انا مش عايز اعمل مونتاج واجيب لكم فيديوهات عشان الفيديو ما يطولش اكتر من هو بيطول، هو 10 دقايق يعني. بتخشوا العياده بتبقوا مثلا 35 واحد بتوقفوا مربع ناقص ضلع. يعني بتبقوا انت مثلا الدكتور شايفني دلوقتي بنقف كده مربع ناقص ضلع، مربع ناقص ضلع. هو الدكتور بيقف في النص، بيبص على الطلبه كلهم، بيخليهم ينزلوا تحت يلعبوا عدى ضغط مثلا، يخليهم ينزلوا يقرفصوا ويحطوا ايديهم على رجليهم، بيخليهم يرفعوا ايديهم لفوق، يخلي ايديهم في الجنب، يخلي ايديهم لقدام، تعمل ايدك كده، تعمل ايدك لفوق، تنزل تحت. انفذ الكلام اللي هو بيقوله لك. هقول لك على حاجات بقى. بص، انا هقول لك على حاجتين. هقول لك على الامراض اللي بتخرج او التعب اللي بيخرج، وهقول لك حاجات ما تعملهاش.
لان انا عارف انك ممكن تستسكى، تيجي ورا زميلك تتدلى منه، تيجي ورا الباب، تقف ورا الباب تتدلى منه. الحاجات دي كلها اللي هم كشفوك هيهزقوك ويهينوك وياخدوا الكارنيه بتاعك ويعملوا لك عليه بالاحمر. فما تستسكاش ونفذ اللي هم بيقولوه بالظبط. طبعا ما فيش اهانه يعني، بس انا ممكن حد يترخم عليك او يتغاب عليك، فملهاش لازمه يعني. ما تجيبش الكلام لنفسك، نفذ اللي هم بيقولوه بالظبط. ما تعملش الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، ما تقفش ورا الباب، ما تقفش ورا زميلك، نفذ اللي هم بيقولوه بالظبط بالظبط بالظبط. الامراض اللي بتخرج امراض مشعه وانتوا كلكم عارفينها، زي الالتصاق في الفخذين، الالتصاق الشديد في الفخذين، لو عندك تقوس او تقارب في الركبتين، لو عندك تحدب في العمود الفقري او ظهر، او يعني انت عندك اتب مثلا من الاخر يعني، عندك الفلات فوت، عندك ايدك مقوسه معموله للخارج يعني، لما تعمل كده بتكون معموله للخارج. عندك مشكله في صوابعك، عندك مثلا مشكله في الفقرات العنقيه، عندك مشكله في العمود الفقري زي ما انا قلت لك، عندك صبع زياده، في ناس بيبقى عندها صبع زياده هنا، او في عندك صبع ناقص. الحاجات دي كلها للاسف الشديد بتضطر انك بتخرج. وفي امراض تانية كتير في العظام، بس في الليفل الاحمر مش هتبقى موجوده يعني، نادرا اللي تبقى موجوده لانها بتسبب اعاقه. فلما طبيعي لما يبقى عندك اعاقه مش هتعرف تقدم في الكليات العسكريه، فاهمني، لانها موجوده شاقي يعني. فلنفترض لا قدر الله انك فاكر ان ما فاكش، فنفترض انك ما عندكش فلات فوت والدكتور خرجك فلات فوت مثلا. وانت فاكر انك ما عندكش فلات فوت، بس انت عندك درجه من الفلات فوت والدكتور خرجك. ودي حصل كتير مع الطلبه اللي بيتابعوا معايا السنه اللي فاتت، فلات فوت بالذات يعني. خلاص بتخلص لو العياده دي كانت عياده رقم 7، بتروح بتستنى النتيجه، او الدكتور، او بتستنى العسكري اللي معاك بيقول لك ايه اللي فيها يعني، وتاخد كارنيه التردد بتاعك. بعد ما تاخد الكارنيه بتاعك بتنزل تحت تعمل التماس. لو انت ساقط في عياده يعني، لا قدر الله ربنا ما يجربها على حد، لو انت ساقط في عياده بتنزل تحت تعمل الالتماس غالبا السنه اللي فاتت كانت ب 250 جنيه او ب 200 جنيه، ممكن السنه دي يبقى ب 300 جنيه او 350 جنيه، مش فاكر بالظبط، مش عايز اقول لك رقم، بس خد معاك فلوس بزياده، خد معاك مثلا 500 جنيه او 450 جنيه. الالتماس الواحد بيبقى الالتماس واحد لكل العيادات يعني، مش شرط كل شويه تعمل التماس، هو التماس واحد خلاص الموضوع خلص. ب 200 يعني، قصدي بتدفع المبلغ مره واحده يعني، بتخلص الالتماس بتاعك. ولو نصيبك او حظك حلو ان انت خلصت بدري، دكتور الالتماس بيكون لسه موجود، فبتروح تعمل التماس. ما خلصت متاخر، فده نصيبك برضو، تنزل تحت تعمل التماس وبتجيله تاني يوم. ولو تاني يوم ده موافق خميس او جمعه، للاسف الشديد هتضطر تجيله يوم السبت، لان الكوميسيون الطبي للكليات العسكريه بالقوات المسلحه، سواء في الكليه الحربيه او خارج الكليه الحربيه، او الكوميسيون الطبي المدني عموما، بيقفل خميس وجمعه. الدكاتره ما بتفتحش خميس وجمعه، بيقفلوا خميس وجمعه. فانت لو حظك انك كنت عليك الكشف الطبي يوم الاربعاء مثلا، او اليوم الاول ده يوم الاربعاء وسقطت، فانت المفروض تيجي تاني يوم. لو انت ما عملتش التماس في اول يوم في نفس اليوم يعني، لو المفروض تيجي تاني يوم، فتاني يوم ده هيكون بالنسبه لك يوم السبت. هيكون حظك حلو على فكره، مش حظ وحش، انك هتروح بيتكم تاني وتقوم راجع تاني، بدل ما تتقدر وتيجي تاني يوم. وان شاء الله ربنا مش هيجربها على حد الموضوع السقوط ده، وان شاء الله الدنيا كلها هتعدي. موضوع اول يوم ده، الناس اللي سجلت بدري يعني، اول يوم ده بيخلص بدري، بيخلص بسرعه جدا وبدري جدا. ممكن تدخل الكليه على الساعه 6 الصبح، تخرج منها الساعه 10 صباحا، او تخرج منها 11 صباحا او 12 صباحا. في ناس بتطول للعصر، وفي ناس بتطول لقرب المغرب. قرب المغرب ده لما كان التوقيت زمان يعني، ممكن تطول لغايه الساعه 5 يعني. الموضوع ده ما عادش موجود دلوقتي، بقى فيه انضباط شويه وبقى فيه تنظيم شويه. الكليه الحربيه ان شاء الله يعني معروفه بانضباطها وتنظيمها. فما تقلقش، الموضوع هيعدي بسرعه عليك. كل اللي انت هتطول فيه بس موضوع البصمه ده، وهتعرف انا قصدي ايه بالبصمه لما تروح هناك. بس هي دي كل الفكره في عياده العظام. عياده العظام من اصعب العيادات، لو انت عديتها ان شاء الله يبقى خلاص مفيش مشكله في باقي العيادات. اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات دلوقتي عايزين العياده الجايه تبقى ايه. احنا عندنا 7 عيادات: جراحه وعظام وبطنه، وبطنه يعني، ونظر، واللي هي الرمد، واسنان وانف واذن وحنجره وجلديه. عندنا ال7 عيادات دول. احنا اتكلمنا عن عياده العظام خلاص، خلصناها بالظبط، ده اللي بيحصل معاك بالظبط بالظبط في عياده العظام. اكتب لي في الكومنتات دلوقتي العياده الجايه عايزينها تكون ايه، ولو عايزين ادمج عيادتين مع بعض مفيش مشكله، انا عينيا ليكم. ما تنسوش تحت تعملوا اشتراك وتشغلوا زر الجرس، وتكتبوا لي في الكومنتات عايزين العياده الجايه تبقى ايه. والسلام عليكم. وقبل ما اقول لكم السلام عليكم وانا الفيديو، في عرض تدريب عسكري اونلاين معايا، لو انت عايز تتابع معايا بالبرامج التدريبيه والبرامج الغذائيه المعموله ليك انت بس. وهنوصل ان شاء الله للوزن المثالي والجسم المثالي قبل ما تقدم في
على الموقع الالكتروني، وقبل ما تقدم فيه او قبل ما يجي الكشف الطبي بتاع المقاس والقوام، ان شاء الله نكون ظابطين الدنيا. سواء انت وزنك اوفر ويت او وزنك خفيف عن الوزن المثالي او منخفض عن الوزن المثالي، ان شاء الله نظبط الدنيا دي كلها. لو انت عايز او حابب تشترك معايا، ابعت لي دلوقتي على الواتساب، هتلاقي اللينك في الديسكربشن او صندوق الوصف. ابعت لي كلمه تدريب، هبعت لك كل التفاصيل ونبتدي سوا رحلتنا. الاسعار ايه؟ طيب لو انت حابب تعرف الاسعار، كنت عامل لكم عرض اوفر ليكم مخصوص لطلبه الكليات العسكريه او الطلبه اللي بتقدم كليات عسكريه، شاملين كل البرامج التدريبيه وكل البرامج الغذائيه المخصوصه ليك انت بس، وكمان المتابعه شامله. ايه طريقه ملء الملف بالصوره الصحيحه. هنملى مع بعض الملف اونلاين، هتفتح فيديو كول واكلمك بالليل ونشوف الموضوع ده، والاوراق اللي ناقصك ايه، والملف بيتملى ازاي، والموضوع ده كله. الاسعار ايه؟ الشهر ب 350 جنيه، والشهرين ب 500 جنيه، والثلاث شهور ب 700 جنيه. ابعت لي دلوقتي كلمه تدريب، هبعت لك كل التفاصيل الزياده شويه ونبتدي سوا التدريب. السلام عليكم.